السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية كده، من غير لحمة ولا حاجة. أكلة اقتصادية ومغذية جدا برضه. طبعا معانا عدس ورز. هي كشري أصفر بعدس أصفر. جبت رز وحطيت عليه شوية عدس، طبعا على قد ما تاكلوا تعملوا اهي. عدس ورز وغسلته كويس قوي اهو. ومعايا بطاطساية مقطعاها قطع صغيرة اهي، ومعايا بصلة، ومعايا مرقة وكركم وكاري وكزبرة ملح بكمون اهي. طبعا يعني الكشري تحط له كمون بيبقى جميل. ماشي يا حبايبي اهي. كاري وكركم ومرقه، مكعب واحد مرقه على قد شويه الرز اللي انا عاملاه، وكمون ومعلقه كزبره صغيره وكاري. وادي البصله وادي البطاطسايه المقطعاها قطع صغيره اهي، وادي الرز بالعدس. هي دي الاكله، مش بتحتاج غير كده. ماشي يا حبايبي. وطبعا دي الحله اللي هنعمل فيها دي زيت. هنعملها بزيت، بتبقى جميلة يعني بالزيت عن السمنة كمان. اللي عايزة تحط سمنة تحط، بس هي بالزيت بتبقى أجمل ما بتكون بالسمنة. ماشي يا حبايبي. هنروح بقى على هننزل بالبصلة ايه. هنروح بقى على البوتاجاز. نزلنا بالبهارات يا حبايبي اهي. نزلنا بالبهارات عشان ايه؟ ننزل بالمية. هننزل بالمية بقى. طبعا يا حبايبي المية غليت اهي. هنزل بقى بالرز. هنزل بقى عليها بالرز وهرجع لكم. طبعا يا حبايبي نزلت بالرز اهو. الرز على العدس نزلت بيه اهو. الكشري اهو. وطبعا معاه البطاطس اهي. اغطي عليه بقى واسيبه ايه يغلي كده، وساعة ما يقرب ينشف نهدي عليه يتشرب كده ونرجع له. طبعا يا حبايبي الكشري نشف اهو. طبعا عايزاه يبقى طري زودي له المي، عايزاه يبقى مفلفل كده وحلو إيه ما تحطيش له الميه كتير، ما تكتريش له الميه. هو نشف اهو بقى وانا بقلبه اهو. هنغطي عليه بقى يا حبايبي ونسيبه ايه يتشرب كده يستوي. ماشي يا حبايبي. ودي على أكلة حلوة على قد الإيد، ومش مكلفة ولا أي حاجة. تاكليها ببيض، تاكليها بأي حاجة انت عايزاها، مخلل. شوفوا شكلها جميل ازاي. واسيبها بقى تتشرب كده وتستوي. هديت عليها النار خالص ونرجع لكم ما تستوي.
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الكشري خلص معانا اهو. شوفوا البطاطس مستوية خالص اهي. اهي شوفوا مستوية خالص. طبعا هنغرف بقى. شوفوا ما اقولكوش على ريحته يا جماعة، والله ريحته جميلة. انا بصور بايد، معلش. دي أكلة اقتصادية وعلى قد الإيد. يا حبايبي تاكليها بقى زي ما انت عايزة، تاكليها ببيض، تاكليها باللي انت عايزاه، بتنجان، مخلل، زي ما انت عايز. حبة كتر كده اهو. يا حبايبي تاكلها ببصل، تاكليها بمخلل، زي ما انت عايز، بس هي أكلة بصراحة جميلة جدا وعلى قد الإيد، اقتصادية. وطبعا لازم تغيير، يعني مش كل حاجة لحوم فراخ، يعني لازم نغير برضو ونشكل. لازم نغير ونشكل. وكده يبقى الفيديو خلص، ونقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونقول لكم اتفضلوا معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.